بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الأنوار من أسوان، لؤلؤة مدن مصر، مفتاح جنوب مصر. طبعا أسوان كان في العصر الفرعوني مكان مركز تجاري لتبادل التجارة ما بين تجار مصر وتجار أفريقيا. كان كله يتجمع هنا في أسوان. طب احنا فين؟ احنا في السد العالي، سدنا العالي الحصين، حفظه الله ورعاه ان شاء الله. هنا السد العالي. طبعا الفرق بيننا وبين سد اثيوبيا، في اثيوبيا ان احنا هنا سدنا العالي المسافة من هنا لغاية الحيطة اللي هناك ديت، ده جبل، كله ده جبل. اتعمل فيه ايه؟ اتعمل فيه عبارة عن قنوات سفلية، وحطينا فيها التوربينات، يعني عبارة عن قنوات ايه في جسم الجبل نفسه. لكن سد اثيوبيا او اي سد، حتى السد بتاعنا سد اسوان القديم او سد اسنا، دول سدود بس ايه مبنية بنا. لكن احنا هنا سدنا العالي الحصين، ده طبعا منحوت في جسم الجبل. هنا ايه طبعا البوابات السفلية ديت عبارة عن دخول او تمرير المية. عندنا محطة كهرباء السد العالي هنا في أسوان. طيب بالنسبة للسد العالي، الحجارة اللي استخدمت في بناء السد العالي كانت تتقطع من الجبل هناك، من المحجر اللي هناك ده، من المحجر دوت، ماشي. طيب المسافة اللي هناك ديت هي أصلا نهر النيل، اللي هو مسار نهر النيل، مجرى نهر النيل. اتقفل هناك لما فتحنا هنا في القنوات السفلية ديت، قفلنا هناك. طب انتوا عارفين العرض هناك تحت القاعدة كام؟ 980 متر، وارتفاع السد 111 متر. طيب والحاجات المواد الخام اللي استخدمت في بنائه ما تعادل 17 مرة المواد الخام اللي استخدمت في بناء هرم خوفو. تصوروا مدى الحجم ومدى الكبر، 17 مرة المواد الخام اللي استخدمت في بناء هرم خوفو. اللي وضع قرار بناء السد العالي طبعا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالمشاركة مع المهندسين الروس اللي هم شاركونا طبعا في بناء السد العالي. طبعا بعد ما انتهى البناء اتبنى رمز الصداقة اللي هناك ده، رمز الصداقة اللي هو الصداقة ما بين مصر وروسيا. وطبعا رمز الصداقة ارتفاعه حوالي 72 متر على شكل زهرة اللوتس، وفي النص في الترس اللي هو يبين النهضة الصناعية الحديثة، وزهرة اللوتس تبين رمز اللي هو الحضارة المصرية القديمة، لأنه اللوتس كان رمز الجنوب. احنا هنا في أسوان، في لؤلؤة مدن مصر، أسوان، سونو، سوان، مركز تجاري. واحنا هنا فين؟ في السد العالي. واحنا هنا فين؟ في محطة كهرباء السد العالي، بتنتج ان شاء الله طاقة كهربية ما تعادل 2.1 كيلو وات في الساعة. حماه الله ورعاه سدنا الحصين من أسوان. لكم جميعا كل التقدير والتحية من الفقير لله جمال سعد.